مع أمين في يوم الجمعة. صباح مبارك. لا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أكثروا من الصلاة على الحبيب محمد فإنه سيأتي لكم شفيعا يوم القيامة. خبر مؤسف وخبر حزين لكل الوسط الرياضي. الخبر كان عندنا من بالليل، لكن حبينا نتأكد عشان نقدر نتكلم ونوثق كلامنا ويبقى كلامنا صحيح زي ما انتم متعودين معانا. وفاة نجم نادي الزمالك السابق ولاعب نادي الزمالك السابق كابتن محمد صبري. وفاة نجم نادي الزمالك ومقدم برامج في في قناة الزمالك الكابتن محمد صبري أثر حادث مؤلم ليلا امبارح. يعني بعض الأخبار، لسه الأخبار الصحيحة ما ظهرتش 100%، لكن أول الأخبار إن هي كانت بيقول حادث سير بالسيارة في مبنى تحت الإنشاء. حادث سير بالسيارته في مبنى تحت الإنشاء، حصل تصادم في المبنى. طبعا محدش عارف هل حصل انحدار للسيارة أو لعجلات السيارة أو أي شيء. التحريات والأخبار لسه هتظهر أول بأول، لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. وفاة اللاعب نادي الزمالك، لعيب كبير، لعيب كان صاحب مهارة خاصة، كابتن محمد صبري، أسلوبه المهذب المحترم. يعني خبر فعلا يحزن جميع الوسط الرياضي والزملكاويه بشكل خاص والاهلاويه طبعا، لان الكابتن محمد صبري كان من زي ما أنا قلت من اصحاب المهاره الخاصه. كابتن محمد صبري مواليد 7 ابريل 1974. 7 ابريل 1974 نشأ في ناشئين نادي الزمالك. هو من بلبيس، من الشرقيه اصلا، لكن تواجد في نادي الزمالك من بدايته يعني الى ان اعتزل، حتى كمل بعد اعتزاله بدأ يظهر في قناة نادي الزمالك بعد وجودها فيه على الفضائيات. كابتن محمد صبري له تاريخ كبير جدا مع نادي الزمالك، حصد 15 بطولة مع نادي الزمالك، حصد على 15 بطولة مع نادي الزمالك من بدايته، كانت سنة 93 لغاية 2003. فاز ببطولة الدوري مرتين مع نادي الزمالك، وزيهم ببطولة كاس مصر. فاز ببطولة الدوري مع الزمالك مرتين، وفاز ببطولة الكاس مرتين، وأبطال أفريقيا، دوري أبطال أفريقيا 3 مرات. طبعا كان آخرها 2001 2002 في الموسم الكبير لفريق نادي الزمالك بهدف دونجا في اللقاء النهائي أمام الرجاء المغربي. وفاز بالسوبر المصري 3 مرات، وفاز بكاس الكؤوس مرة واحدة، والسوبر الإفريقي 3 مرات، وفاز بالبطولة الأفرو آسيوية مرة واحدة. دي كانت بطولات الكابتن محمد صبري عبر تاريخه مع نادي الزمالك. تاريخ مشرف، تاريخ كبير جدا. كان كابتن من كباتن نادي الزمالك، أدى كما يجب وأخلص للنادي، ولذلك يعني من القلائل المحبين بقوة لنادي الزمالك كان الكابتن محمد صبري. كان له مسيرة كبيرة جدا زي ما أنا قلت في البطولات: دوري، كاس، سوبر مصري، أفريقي، دوري أبطال أفريقيا، سوبر أفريقي، كأس الكؤوس، الأفرو آسيوي زي ما أنت قلت بالأعداد: 2 دوري 2 كاس 3 أفريقيا 3 سوبر أفريقي، كأس الكؤوس وكأس السوبر المصري 3 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة، والأفرو آسيوي مرة. تاريخ مشرف للكابتن محمد صبري. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما يعني قدر الله ما شاء فعل، ولا نقول إلا ما يرضي الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفاة الكابتن محمد صبري سيؤثر كبير جدا، بنطالب اتحاد الكورة النهاردة في لقاءات منتخب مصر، سواء منتخب مصر اللي هيلعب النهاردة الساعة 4 أمام الجزائر في القاهرة، والمنتخب المصري اللي هيلعب الساعة 6 في الإمارات النهاردة أمام أوزبكستان في بطولة ودية دولية، بطولة العين الدولية، إن احنا نقف دقيق أحداد. لابد إن احنا نقف دقيق أحداد لنجم على روح ووفاة الكابتن محمد صبري، نجم نادي الزمالك ونجم منتخب مصر. لازما طبعا منتخب الناشئين النهارده في قطر، هل نقدر نعملها ولا لا مش عارف، لكن المباريات الوديه متاحه ان احنا نعمل الكلام ده. ان شاء الله ينجح اتحاد الكوره والكابتن هاني ابو ريده. صدمه كبيره محدش قادر يستوعب، لكن ده قدر الله. لكن يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يغفر له وربنا يرحمه، ربنا يكتب له ان شاء الله يكون مثواه الجنه. قدر الله ما شاء فعل. طبعا له ما له وعليه ما عليه، لكن نتمنى ان شاء الله تواجد النهارده في حاله الدفن. النهارده طبعا الجثمان سيتوجه الى مسقط راسه الشرقيه في بلبيس.
اكيد هيبقى ناس متواجده دي كبيره جدا جدا، نجوم نادي الزمالك الحاليين، نجوم نادي الزمالك السابقين، ومن نجوم النادي الاهلي انا متاكد جدا، لان طبعا كلنا عارفين كابتن محمد صبري كان له اصدقاء كبيره جدا، اصدقاء كتير جدا 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 من لاعبي وقدامى النادي الاهلي في سنه او قبل سنه او بعد سنه. طبعا سيتواجد الجميع في تشييع الجثمان من مسقط راسه في بلبيس في الشرقيه. انا لله وانا اليه راجعون. يعني كابتن محمد صبري لعيب كبير، قدر الله ما شاء فعل. يعني مش قادرين نقول ايه، لكن والله فعلا صدمه كبيره، الجميع عنده صدمه، والجميع يعني ما زال ناس كتيره طبعا ان الخبر كان من بالليل او الخبر ظهر مبكر، لكن انا لسه ما عرفتش، لكن الاخبار كلها تتداول دلوقتي. احنا من اول الناس الحمد لله فضل من ربنا ان احنا نشرنا الخبر ده على القناه عندنا في الشورتز. لكن هي دي الدنيا، هي دي الدنيا في لحظه، هي دي الدنيا في لحظه تيجي وفي لحظه تروح، هي دي الدنيا اللي ممكن اخرتك فيها. طبعا كلنا نتمنى طبعا لكابتن محمد صبري الرحمه، وندعي له، ندعي له، لازم ندعي له كلنا. لكن هنقول ايه بس؟ يعني ما حدش قادر يتكلم. بس والله في معاني كبيره جدا، زي ما انا قلت طلب كبير من كابتن هنا ابو ريده والاتحاد المصري، كابتن حسام حسن، كابتن حلمي طولان، ان احنا نقف دقيقه احداد النهارده على الكابتن محمد صبري. مباراتين متاحين عندنا، طبعا الحياه هتستمر، الحياه هتستمر والحياه هتكمل ايا كانت الظروف، هتكمل. هتلاقي اخبار الرياضه معانا ومع غيرنا ومع الناس نفسها، ربنا يصبر اهله طبعا في الاول وفي الاخر. لكن الحياه لازم تستمر، الحياه لازم تكمل على وهي دي سنه الحياه، يعني الحياه لازم تكمل، دي سنه الحياه. يعني كان نفسنا نقول كلام كبير وكلام كتير عن كابتن محمد صبري، لكن هكرر وعيد تاني. محمد صبري مواليد 7/4/1974 من بلبيس في الشرقيه، مسقط راسه منها واكيد اليها هيرجع طبعا. النهارده حصل بطولات كتير مع الزمالك، قلنا 15 بطوله، 2 دوري، 2 كاس، 3 دوري ابطال افريقيا. مسيرته بدات مع الزمالك من 1993 الى نهايتها او نهايه المشوار نهائيا كانت 2003. طبعا خرج في بعض الاحتراف سواء خارج مصر او داخل مصر. حصد 2 دوري، 2 كاس، 3 دوري ابطال افريقيا، 3 سوبر افريقي، كاس الكؤوس الافريقيه مره بطوله واحده، والكاس الافرو اسيوي، البطوله اللي ما دامتش كتير حصل عليها مع نادي الزمالك. انا لله وانا اليه راجعون. ربنا يرحمها كابتن محمد، وربنا يصبر اهلك. واكيد نادي الزمالك هيعمل عزاء في نادي الزمالك، لانه ده نجم من نجومه، اسطوره من اساطيره الكرويه فعلا. اللي ما شافش محمد صبري ومهاراته فاتوا كتير، اللي ما شافش محمد صبري ومهاراته فاتوا كتير. اكيد نادي الزمالك هيعمل الصح معاه، اكيد نادي الزمالك ورجال اعمال نادي الزمالك مش هيسيبوه ولا هيسيبوا اولاده. لكن قدر الله ما شاء فعل، انا لله وانا اليه راجعون. ولا تنسوا في نهايه حلقتنا بالدعاء، استاذنكم تكتبوا في الدعاء وتدعوا له بالرحمه والمغفره في التعليقات، و لايك على قد ما تقدر عشان توصل للناس وناس كتيره تدعي له باذن الله. تنساش الصلاه على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يوم الجمعه يوم كريم، يوم كبير في الخيرات. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيب رسول الله. السلام عليكم.